في الفيديو ده هقول لك ازاي تعمل اللعبة دي. Oh my god! واو! طبعا باستخدام محرك جودت 4، وكل ده بأقل من 20 دقيقة بس. ويلا نبدأ. أول حاجة هتفتح جودت وتعمل مشروع جديد وهتسميه بالاسم اللي انت عايزه. أنا هسميه زومبي شوتر 2D. ولو عايز تحفظ ملف اللعبة في مكان انت عايزه تضغط على براوز، وبعد ما تخلص هتضغط على كرييت، وأول ما المشروع يفتح معاك هتلاقيه بالشكل ده. هتروح عند خيار نوت 2D سين وهتسميه وورلد. تضغط كنترول اس تعمل ملف جديد اسمه سينز. تضغط سيف، بعدها تروح تجيب ملف الاسيت هتلاقيه في الوصف وتشده وتحطه في جودت. وبعدها تروح عند علامة الزائد دي وتبحث عن تايل ماب لاير. تروح عند تايل سيت ام بي تي تايل سيت. بعدها تروح عند تايل سيت، تروح عند اسيت تايل ماب تايل سيت جراوند يس. بعدها تروح عند فيزيكس لاير اد اليمنت. بعدها تروح عند بينت فيزيكس لاير واتعلم على كل ده. بعد ما تخلص هتروح عند تايل ماب وتبدأ ترسم الأرضية بتاعة العالم. بعد ما تخلص الأرضية جه وقت الديكور، فهتروح عند تايل سيت وهتشد الديكور تضغط يس. دلوقتي كل ده عندك ديكور تقدر تحطه في العالم بتاعك. وبعد ما تخلص جه وقت الخلفية، فهتروح عند علامة الزائد تبحث عن نوت 2 دي وهتسميها بي جي. طلعها فوق التايل ماب بلاير. وتروح عند برضو الاسيت عند ملف كلاودس 1 وهتجيب الخلفية وتحطها عند البي جي. تبدأ تظبطها وهتبدأ تضيف الغيوم. أول حاجة هتروح عند علامة الزائد دي، تروح عند other node تبحث عن كاركتر body 2D وهتسميها player. تضغط كنترول اس تضغط سيف. بعدها تروح عند علامة الزائد دي تبحث عن animated sprite 2D. بعدها تبحث عن collision shape 2D. هتروح عند animated sprite frames empty new sprite frames وهتسميه idle. وتروح عند العلامة دي set player idle وهتخلي دي 6 ودي 1. تضغط select all add 6 frames. زي ما انت شايف الرسومات مش واضحة، تعال نحلها. هتروح عند project settings، تروح عند textures تخليها نيرس. كده الرسومات بقت واضحة. هتسرع الانيميشن شوية، بعدها تضيف انيميشن جديد وتسميه run. تضغط select all. هتروح وتعمل انيميشن جديد وهتسميه jump. هتختار اول واحدة، بعدها تعمل انيميشن جديد اسمه fake.
وتخليها التانية. بعدها تروح عند الايدل وتروح عند كوليجن شيب وتخليه مستطيل وتخليها على حجم اللاعب بالظبط. بعدها تروح عند بلاير، تضغط على علامة السكريبت دي، تضغط عند علامة الملف، تطلع بره تعمل ملف جديد اسمه سكريبتس، تضغط اوبن، بعديها كرييت. بعد ما تعمل الكود هتلاقيه بالشكل ده، تضغط كنترول A، بعديها تمسحه. بعد ما تمسحه هتروح للوصف وهتحمل الكود اللي انا سايبهولك وهتضغط كنترول V. بعديها تروح للورلد وتروح عند العلامة دي، تختار بلاير وتنزله شوية، تحطه في المكان اللي انت عايزه. بعد ما تحطه في المكان اللي انت عايزه هتروح عند العلامة دي، تضغط select current. زي ما انت شايف اللاعب بيتحرك بينط، بس احنا مش شايفينه كويس، عشان كده هنضيف حاجة اسمها كاميرا 2D. وهتخلي الزوم على 2، تروح عند الليمت، تخلي الليفت 0، التوب 0، رايت 1152 و648 في بوتن. تضغط كنترول S، بعدها تروح عند بروجكت سيتنجز، تروح عند ويندو، تروح عند المود تخليه كانفاس ايتم، بعدها كلوز، بعدها كنترول S، بعدها ابدأ. زي ما انت شايف اللعب بقى باين. اول حاجة هتروح عند علامة الزائد دي وهتروح عند other node وتبحث عن area 2D وتسميها bullet، تضغط كنترول S، تحفظها في ملف السينز. بعدها تروح عند علامة الزائد تبحث عن animate sprite 2D و collision shape. بعدها تروح عند animate sprite frames mbt new sprite frames وهتسميها movement. بعدها تروح عند العلامة دي assets player bullet وهتختار player shoot وهتخليها 4 في 1. بعدها select all add 4 frames. زي ما انت شايف ده الانيميشن. وبعدها تروح عند الكوليجن شيب تخليها مستطيل. بعدها تضغط كنترول S، بعدها تروح عند بولت في علامة السكريبت وتعمل سكريبت جديد تحطه في ملف السكريبتس. بعدها تضغط كنترول A وتضغط ديليت. وبعدها تروح للوصف وتحمل الكود بتاع الطلقة البولت، تضغط كنترول B وبعدها تضغط كنترول S. بعدها تروح عند مشهد اللاعب وهتروح عند علامة الزائد وهتضيف حاجة اسمها ماركر 2D وهتسميه bullet position، تضغط كنترول S وبعدها تروح عند علامة سبرايت وتضيف انيميشن جديد وهتسميه اتاك. تروح عند العلامة دي وهتبحث عن بلاير شوت وهتخليه 3 في 1 وهتعمله select all وهتشيل اللوب منه. بعدها تروح عند بروجكت سيتنجز input map وهتضيف زرار جديد اسمه شوت. وبعدها تروح عند علامة الزائد دي وهتختار الأزرار اللي انت عايزها. انا هختار الاس والال وزرار الماوس الشمال. بعدها تضغط كلوز، بعدها كنترول اس، بعدها تروح لكود اللاعب وهتضغط كنترول A، بعدها تمسحه وهتحط الكود الجديد. بعدها تروح عند بلاير وهتلاقي حاجة اسمها بوليت سين، فهتروح عند السينز وهتجيب مشهد البوليت وهتحطه هنا. بعدها تضغط كنترول S، بعدها نبدأ. زي ما انت شايف اللاعب بيمشي بكل الانيميشنات. لما نيجي نضرب النار ممكن نسمي الانيميشن بتاع البلاير شوية، خليه 7. نضغط كنترول S ونبدأ.
شوف احنا عندنا نوعين من الزومبي العادي والزومبي الزاحف. هنبدأ بالزومبي العادي. تضغط على علامة الزائد other node، بتبحث عن كاركتر بادي 2D وتسميه enemy. تضغط كنترول اس تحفظه في ملف السينز. بعدين علامة الزائد animate sprite 2D وcollision shape. هتروح على animate sprite وهتخليها مثلا walk assets enemy 1 walk. خليها 2 في 2 كده وتسرعها. تعمل انيميشن جديد وتسميه داي. تخليها 4 في 2 كده وتشيل اللوب وتسرعه. تعمل انيميشن جديد للاتاك. تضغط سيلكت اول وتشيل اللوب وتسرعه. تخلي 7 مثلا، تخلي 8. تروح عند الوك، تروح عند كوليجن شيب وتخليه مستطيل. بعدها تروح عند الانمي وتعمل سكريبت جديد. بعدها تضغط كنترول A تمسحه وهتاخد الكود اللي انا سايبهولك في الوصف في كود العدو. تضغط كنترول S. بعدها تروح وتخلي حجمه 1.5. بعدها تروح عند اللاعب نود وتروح عند جروبز علامة الزائد وتكتب جروب بلاير. تفعل الجلوبال وتضغط اوك. تضغط كنترول اس. بعدها نبدأ. زي ما انت شايف العدو. تعالى دلوقتي نعمل مشهد الزومبي الزاحف. تقفل ده، تعمل مشهد جديد other node character body 2D وهتسميه enemy 2. تضغط كنترول اس وتجيب animate sprite وcollision shape. تروح عند animate sprite هتخليها برضو walk die وattack. تروح عند الووك هنا تطلع برا وتخليها على ملف 2 الووك. سرعها خليها 7 وتعمل العلامة دي. تروح عند الداي هنا 2 في 2 وتلغي اللوب وتسرعها 6 مثلا أو 7. تروح عند التاك تخليها 4 في 2. تخليها 10 وتلغي اللوب. تضغط كنترول اس. تروح عند الووك كوليجن شيب وتعملها مستطيل. تخليها بالشكل ده. تضغط كنترول اس. تروح عند الكود تضغط كنترول A وهتجيب نفس الكود اللي في الزومبي الأول. تروح هنا بس هنا هنغير السرعة اللي هي مثلا 150. تروح عند الورلد العلامة دي enemy 2 تحطها مثلا كده ونبدأ.
أول حاجة تروح عند علامة الزائد وتختار نود تو دي سي وهتسميها سبونر. تضغط كنترول اس تعمل سكريبت جديد، تضغط كنترول ايه تمسحه، وبعد ما تمسحه هتحط فيه الكود ده اللي هسيبهولك في الوصف ان شاء الله. بعدين تروح عند الانسبكتور، الانمي 1 هتحطه في الزومبي نورمال، والانمي 2 في الخيار التاني. تضغط كنترول اس تروح وتشيل الانمي 1 و 2 ديليت، وهتجيب مكانه السبونر تحطها في اي مكان في العالم، مثلا نحطها هنا. تضغط كنترول اس ونبدأ. نطلع نروح عند الانمي 2 ونخليه 1.5 ونرجع. اول حاجة هتروح عند مشهد الانمي وهتضيف اريا 2D وهتسميها اتاك اريا، وهتضيف كوليجن شيب وتخليه دايرة وتكبرها، تغير لونها للأخضر مثلا. تضغط كنترول اس وتروح عند الكود وهتضيف الكود الجديد. تروح عند الاتاك اريا نود سيجنالز بادي انترد وبادي اكزيت. تضغط كنترول اس وهتعمل نفس اللي احنا عملناه في الانمي التاني. وهنخلي الضرر في الانمي التاني اقوى من الانمي الاول، وليكن مثلا 20. تضغط كنترول اس بعديها تروح عند البوليت، بعديها هتضيف الجزء ده وتاخد الاسم بتاع الانميز. تضغط كنترول اس وتروح عند الانمي جروبس وتضيف جروب جديد تخليه جلوبال اس، وتروح للانمي وتحدد على انميز. بعديها هنبدأ زي ما انتم شايفين بيموت. تعال نسهلها شوية ونخلي الدمج ده مثلا 5 وده دمج مثلا 10 ونبدأ. وبكده نكون خلصنا اللعبة، بس لو عايز تطورها وتخليها أقوى استنى الفيديو الجاي عشان هيخلي اللعبة بتاعتك أحسن بكتير. متنساش تشترك وتفعل الجرس عشان توصلك الحلقة أول ما تنزل، وخلي صحابك يشوفوا إنك عملت لعبة بنفسك. وبس سلام.